السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هننضف منبار مع بعض وان شاء الله بقى طريقتي تعجبكم. آه، حظي وانا عارفاه. سبحان الله، دايما بجيبه الدهنه اللي فيه دي بتبقى عاديه. المره بقى اللي كنت اصور معاكم فيها الدهنه كانت سميكه قوي. فتعبني بس وانا بقلبه، تعبني. حتى اتصلت بالجزار عشان انا ما شفتوش هو عنده. قلت له ليه تديهولي كله دهنه كده غير كل مره؟ قال لي والله هو جاي كله سمين. فمعلش المره دي وكده. هو تعبني بس وانا بقلبه كده تحت الميه، هتشوفوني دلوقتي بكل سهوله. بس الدهنه كانت سميكه قوي فتعبني وانا بقلبه. حاولت اخفها شويه واخفها اقطعها يعني، لقيته هيتقطع معايا فقلت حرام ابوظه. فتعبت بس المره دي بسبب الدهنه اللي كانت فيه. هنا عطيته شطفه كويسه جدا قبل ما اقلبه. هنا بصوا بقى بقلبه بكل سهوله، تقلبيه كده وتحطيه تحت الميه وبيتقلب بكل سهوله. تعبني بس عشان زي ما قلتلكوا الدهنه كانت سميكه قوي فيه. هو المفروض كده بالميه ينزل بكل سهوله. بصوا يعني ايه، مش حتى قدامكم انا مسرعه الفيديو، مش بينزل برضو بسهوله بسبب ايه اللي هو جاي الدهنه فيه كتير قوي. بس بقول بقى للبنات اللي بتقرف من الحاجات دي ما تقرفيش، خصوصا لو انتي بتحبيه عشان تعمليه بايديكي. انا مش باكله من ايد اي حد. انا بحب اجيب الحاجه كده وانضفها بايدي واعملها بايدي. حتى الجزار بيقول لي احنا بننضفه، بقول له لا انا بحب انضف الحاجه بايدي. هنا بقى ايه كنت قلبته كله، وزي ما شفتوا في بدايه الفيديو قطعته قبل ما اقلبه، عشان هو بيبقى يعني لازم تقطعيه قطع كده عشان ايه يبقى سهل معاكي، تسهلي على نفسك، ما تسيبوش كله قطعه واحده هيتعبك في التنظيف. هنا بقى كده بعمله بالسكينه، بخليه زي الفل. والكميه دي 2 كيلو. يعني الاكلات في ناس بتحبها وفي ناس مش بتحبها. بس ما شاء الله بيبقى طعمه حلو. هنضفه بقى كده بالطريقه دي من اليمه دي واليمه دي، هخليه كله زي الفل قدامكم دلوقتي هتشوفوه. بصوا بقى قلبته اليمه التانية، هنضفه بنفس الطريقه اللي انتوا شايفيني بيها. لازم نطلع الماده اللي فيه دي، ما نخليش فيه حاجه خالص عشان ميبقاش ليه ريحه، ويبقى نضيف كده وزي الفل. حبيت انضفه معاكم، دايما كنت بعمل محشي من غير ما انضفه قدامكم. حبيت برضو افيد البنات اللي لسه بتتعلم اللي هو تنظيفه سهل مش صعب. هنا خلاص بوريكم بعد ما نضفتها وشطفتها. هنا خلاص كنت نضفته كله، ما شاء الله كان زي الفل. بصوا بقى غسلته غسله كويسه جدا. هنقعه بقى بميه بملح بليمون وهو كده زي ما هو. هسيبه لمده 10 دقايق كده، بعد كده هشطفه شطفه كويسه جدا واقلبه بقى تاني وهنقعه بميه بملح بليمون. انا بحب احشيه والدهنه بتاعته بره، في ناس بتحشيه والدهنه جوه عادي، وفي الحالتين الدهنه بتسيح وعادي. بس انا بفضل اللي هي تبقى بره، كده كده بتسيح في الشوربه وبتديله طعم حلو. فانا بخلي الدهنه بتاعته بره. هنا بقى حطيت بقى الليمون والملح، هسيبه كده لمده 10 دقايق. هنا خلاص بعد 10 دقايق شطفته شطفه كويسه جدا. هنا بقى قبل ما اقلبه تاني بوريهولكوا اللي هو ما شاء الله نضيف وابيض وزي الفل. بملالكوا فيه ميه عشان يبان قدامكوا لو في اي حاجه هتبان. بصوا بوريهولكوا كده بعد ما مليته، بصوا ما شاء الله ما فيهوش اي حاجه. هنا خلاص كنت شطفته بقى وقلبته وشطفته شطفه كويسه تاني وقسمته على كيسين. ويا رب الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله.